اعمل لايك لو انت مهتم بالدايت او الحياه الصحيه او الجيم، عشان تساعدنا ان احنا نعمل المجتمع اللي احنا بنحلم بيه من الناس اللي بتفكر بطريقه صحيه. 3 حاجات في الفري لو عملتها نزولك هيقل جدا جدا بعدها. انك في الوجبه الفري انت كلت حاجات غلط اهو، دهون وسكريات، ورحت تاخد بيبسي، او انك تاخد عصاير، او انك تاخد وجبه فري وتبقى بادئ اليوم ببسكوت ولا حاجه ونهيه بسكريات. شكرا، انت الاسبوع اللي بعديه هتنزل قليل جدا، جوعك هيبقى عالي جدا جدا جدا. طيب ازاي نحل ده؟ لو انت عاوز بيبسي فخد بيبسي دايت بقى في الفري، او 7 اب دايت في الفري، او جرين كولا الجديده اللي نازله دي. لو انت عاوز سكريات هتبقى هي دي الفري بس، يعني اما سكريات او وجبه فري. لان لما بتاخد دهون عاليه مع سكر عالي بيحصل حاجه اسمها هايبر انسولينيميا، which ان دي الطريقه الوحيده لتخزين الدهون الكتيره جدا والعنيده جدا واللي ما بتخسش بعدها. والنقطه الثالثه